السلام عليكم. فيديو النهارده مميز جدا، حبيت اشارككم اليوم بتاعي من اوله، من اول ما بطلع عند الحمام. الروتين بتاعي اول حاجه بعد ما بمشي ولادي بفطر الحمام بتاعي كده. وانا من عشاق الحمام، من عشاق تربيته، انما اكله لا. بعد كده باكل الحمام بتاعي. بعد كده بقى بعد ما بخلص بنزل اشوف انا هعمل ايه لاولادي غدا. بعد ما بقى بمشيهم على الدروس وبفطرهم، جبت كرومبايه كده. طبعا الجو بيشتي النهارده وفي مطر كده، واحلى حاجه تاكليها في عز المطره دي هو محشي الكرنب. انا جبت كرومبايه كده وسط، وحطيت ميه وملح وكمون، وهسلق الكرومبايه بتاعتي. طبعا انا جهز الغدا بتاعي من بدري، علشان بجهز كل حاجتي، علشان على الساعه 5 كده ايه يبقى غدانا جاهز وكل حاجتنا جاهزه. سلقت الكرنبايه زي ما انتم شايفين. وانا بختار الكرنبايه الوسط اللي هي الورق بتاعها ملون. بعد كده هعمل التسبيكه بتاعه المحشي. نزلت بزيت وقطعه من الزبده او السمنه، ونزلت ببصلتين كبار متوسطين بقلبهم كويس جدا. وبعد كده بنزل بمعلقه من البابريكا، وبسيب الصلصه بتاعتي تتسبك وشويه من السكر. وبعد كده نقطع ورق الكرنب مع بعض. بقى شايفين اسهل طريقه لتقطيع ورق الكرنب، ما بتاخدش اي وقت معاكي، بتنجز معاكي في الوقت، يعني انجاز بمعنى اصح. طبعا ما بتاخدش اي وقت لو قدامك 100 كرومبايه بالطريقه دي هتخلصي. بعد كده بجهز خلطه المحشي. الرز طبعا حسب الكرومبايه اللي انا جايباها، وبنزل ببصلايه وبالخضره بتاعتي وفلفل وكمون وبهارات محشي. وبشيل هنا معلقتين من الصلصه. وبعد كده بقلب الخلطه بتاعه المحشي بتاعتي علشان نبتدي نلف بقى ونركن المحشي بتاعنا جاهز بالشكل دوت. ما بتاخدش اي وقت معانا. يعني بصي الساعة البدرية منسية. لما بتصحي بدري بتخلص شغل البيت بدري بدري. طبعا بصي مفيش اسهل من اللفة دي بتنجز معاكي وقت كتير بجد، يعني بتسرع معاكي ان انت تنجزي وتخلصي على طول. بعد كده جبت هنا بسلة. انا طبعا كل ما بروح السوق بجيب كمية من البسلة علشان ما بتبقاش كتير عليا. مثلا اجيب 2 كيلو، وانا كنت هنا جايبة ال2 كيلو ب55. ببتدي ان انا افصصها كده. وبعد كده طبعا شايفين منظر البسلة بتاعتي. طبعا اي قرن بسلة فيه وحش بتشيليه. بعد كده جبت الجزر بتاعي، وانا بحط هنا على الكيلو البسلة ربع كيلو من الجزر بالشكل دوت. بغسلها بقى وببتدي ان انا اعبيها في اكياس. طبعا ما بحبش يعني ايه ان يبقى في مجهود كده، وان مثلا اجي في يوم الاقي مثلا 5 كيلو 6 كيلو بسلة كده قدامي ان انا افرطهم. لا، انا بجيب مثلا كل سوق اروح اجيب مثلا 2 كيلو. طبعا هنا بقسمهم على طبختين. وطبعا يعني كل مرة بعمل كده معايا في السوق، وبقسمهم بالشكل ده، وبقطع الجزر معاهم وبركنهم كده في الاكياس بتاعتي، بفرزهم بالشكل دوت. وكده خلصنا البسله بتاعتنا. نشوف بعد كده طبعا البسله. طبعا النعناع، وانا من عشاق النعناع. جبت النعناع بتاعي ده، وكل ما بلاقيه في السوق بجيبه، لان بصراحه كل ما بزرعه العصافير بتاكلهولي. يعني اما بلاقيه في السوق بجيبه على طول. طبعا بزرعه في البلكونه، فالعصافير يعني ما شاء الله مش بتخليه يطلع اساسا. اول ما بيطلع بتاكل ورق النعناع. طبعا جه زيزو حب يشاركني ويقطف معايا النعناع. طبعا بصوا النعناع ده بينفع معاكي في كل حاجة واي حاجة. وانا من عشاق الشاي بالنعناع. وطبعا ممكن تحطي منه على بهارات المحشي. تعملي بصي يعني لو انت حابة ان انت تخليه مجفف كده تجففيه، او ممكن كمان تسيبيه فريش. طبعا تعملي عصير الليمون بالنعناع. بصي حاجات كده. النعناع ده له فوائد كتير، وريحته كمان روعة، تحفة. طبعا بعد ما نخلص النعناع بتاعنا ده بنروح نغسله بقى ونجففه، ونركنه بقى ايه. هنشوف هنجفف ايه، واللي هنحطه فريش هنعينه ازاي فريش. بعد ما كده بقى جه ميعاد تجهيز الغدا بتاعنا. طبعا هبتدي ان انا اسقي المحشي بتاعي. وانا عملت جنب منه فراخ مسلوقة، وكمان قورت لقيت حتة الكرنبة صغيرة فزودت معاها بتنجان وكوسة كده. يعني في ناس ما بتاكلش الكرنب، وفي ناس بتاكل البتنجان والكوسة، ما حبناش نحرم حد. بعد كده جهزت لهم الكيكة بتاعتهم بقى. بعد ما حطيت المحشي بتاعي على البوتاجاز جهزنا كمان كيكة. عملنا كيكة برتقان، ودي بصي من ألذ الكيكات اللي انت ممكن تاكليها في الشتاء. نزلت هنا ب3 حبات من البيض، وكمان نزلت بكوباية من الزيت وكوباية من عصير البرتقال.
وباكت من فانيليا البرتقال، وهنا كوبايتين ونص دقيق وعليهم 60 جرام من النشا وملح وبيكنج باودر. وكمان ببتدي انخل هنا الدقيق بتاعي على الخليط طبعا علشان نجهز الكيك بتاعنا. بصي ده كله في الانجاز، احنا مش عايزين اليوم بتاعنا، بصي مش عايزين يبقى لهم اي حجة يا ماما عايزين نجيب حاجة من بره. انا طبعا بحاول ان انا اخلص يومي بسرعة علشان طبعا نقعد نذاكر علشان احنا داخلين على امتحانات، فمش عايزين يبقى ورانا اي حاجة. طبعا نزلت بالخل بتاعي وكده الكيك بتاعي جاهز اهو. هبتدي ان انا اصبه بقى في قلب الصينية بتاعتي كده، ورشة من الدقيق كده ودهنة من الزيت، وبعد كده ادخلها هنا الفرن على درجة حرارة 180. هتاخد مننا من 40 ل 45 دقيقة الكيك بتاعنا. بعد كده بنشوف بقى بعد البهدلة والمرمطة ايه اللي حصل. طبعا هنخش على غسيل البوتاجاز بتاعنا. طبعا شايفين منظره يعر بصح ومنظره زبالة، بس ان شاء الله هننضفه دلوقتي وهيبقى في منتهى النظافة. طبعا بصي روتين سريع كده بجد، انا مسرعه لكم الفيديو علشان طبعا ننجز والفيديو ما يبقاش طويل معاكم. طبعا البوتاجاز بتاعنا ابتدى يلمع اهوت. طبعا دي مش الغسله، يعني بصي البوتاجاز من وقت للتاني بشيله وبشيل العيون دي وتبقى الغسله اللي هي الاصليه بتاعته. وبعدين البوتاجاز ده يعني مش جديد، البوتاجاز ده بقاله كده 14 سنه. ببتدي ان انا امسحه كده بالشكل دوت ولمعه. طبعا البوتاجاز ده شاف ايام ما كنت قاعده مع حماتي وكنا بنعمل عزومات كتير. طبعا بعد كده بعد ما خلصنا ابتديت بقى ان انا اخش على الكارثه ديت. طبعا الميه كانت قطعه، ودي كارثه اليوم بعد ما بيحصل بقى كل الدربجه بتاعه المحشي والكلام ده. هنبتدي بقى نصبن المواعين بتاعتنا مع بعض كده. جبت هنا المسحوق بتاعي وهبتدي ان انا اشطف بقى الكلام ده كله، واحاول ان انا انضف الحوض بتاعي. طبعا هفضيه علشان ايه نفسنا تبقى مفتوحة كده للشغل. طبعا المية كانت قطعة، وطبعا لما المية بتقطع بيحصل كوارث. هبتدي ان انا اشيل كل اللي في الحوض ده وانضف الحوض، وبعد كده نبتدي غسيل كده على نظافة. حاول كده بقى ان انا انضف الحوض بتاعي ولمعه، وبعد كده ابتدي بقى ايه ان احنا نشتغل كده وننضف. طبعا انا غسلت وببتدي ان اغسل الكوبايات بتاعت الشاي بتاعتي طبعا علشان انضفها من التفل اللي فيها بتاع الشاي، وبعد كده ببتدي ان انا اغسلهم بقى. بصي ما بياخدوش اي وقت، على السريع كده. يعني الستات البيوت الشاطرة لما بتحط حاجة في دماغها في الانجاز بنعمل كل حاجة بسرعة، ما بتاخدش اي وقت معانا. شايفين يعني بصي والله العظيم يعني ما بياخدش اي وقت. لو كل يوم رتبتي نفسك مثلا هعمل النهارده غرفة الاطفال، هعمل النهارده غرفة النوم، هعمل هنا النهارده المطبخ، كل يوم لو رتبتي ضرفة هتحسي ان بيتك رايق ونضيف جدا. واهم حاجة في البيت كله لو المطبخ بتاعك رايق شقتك رايقة. طبعا انا خلصت كده غسيل الاطباق بتاعتي، هبتدي بقى ان انا اشطفهم بقى. اهم حاجة تشطفوهم كويس جدا. انا هنا بحط على المسحوق بتاعي شوية من الخل طبعا علشان الخل يعقم معايا الكوبايات كمان، وهي كمان بيدي لمعة حلوة قوي وانت بتغسلي الاطباق. لو في اي ترسبات اي حاجة بيغسلها. بجد لما المية بتقطع دي بتبقى حاجة مملة وحاجة رخمة. ف يعني بيبقى انجاز لما الواحد بيخلص اللي وراه، وطبعا بيبقى عايز ينجز قبل ما اولاده يجوا من المدرسة كده علشان يشوفوا ايه اللي هم هيعملوه، ايه اللي هيحصل بعد يوم طويل. بنبتدي بقى علشان نجهز نفسنا كده للمذاكرة. طبعا انا ببتدي نغسل الصينية كده ولمعها. طبعا اهم حاجة تنضف الصينية بتاعتك كويس او الاطباق بتاعتك كويس جدا وتسيبيها بقى تنشف، تصفي المية اللي فيها. بعد كده بقى ببتدي ان انا امسك الاطباق البلاستيك بتاعتي دي طبعا
واغسلها كويس من اي ترسبات واي حاجة. بصي حاولي انت تخلصي كده طول ما مطبخك رايق انت رايقة. اه والله العظيم. بعد كده هبتدي ان انا اغسل الحوض بتاعي بقى وانضفه كويس جدا. وطبعا يعني شفتوا لما جينا فرزنا البسلة، مش عايزاكي يعني ت... وانت جايه تفرزي او تجيبي حاجه تجيبي كلها كميات على بعضها. بجد انا عن نفسي لما بيبقى قدامك حاجات كتير بيجيلك احباط. لو ما هتقعدي مثلا هتفرطيلك 5 كيلو بسله مره واحده، هت هتعملي جزر مره واحده كميه جزر كبيره. لا، كل مره وانت بتجيبي منك هتوفري ومنك هتعملي تدبير في الميزانيه بتاعتك، مش هتصرفي. يعني بصي كل مره كده حاولي ان انت تجيبي حاجه هتملي تلاجتك من غير ما تحسي ومن غير ما تنزعجي باسعار او بفلوس، لا ولا تعب ولا ارهاق. كل مره كده وانت بتجيبي الحاجه هاتي حاجات يعني ايه. هجيب بسله مثلا، لو انا هعمل بسله النهارده بدل ما اجيب مثلا كيلو بسله، لا اجيب 2 كيلو، افرز كيلو واركن كيلو. طبعا انا حطيت المحشي بتاعي هو يتشرب، هعمل بقى ايه، هعمل بقى عشان ما يبقاش ليهم اي حجه. طبعا جبت الفاكهه بتاعتي وغسلتها، هبتدي بقى اقشرها لهم عشان مش كل شويه يا ماما انا عايز حاجه، يا ماما انا عايزه اروح الحمام، يا ماما. بصي انا هنا مش عايزاهم يفكروا ان هم يبقى لهم حجه واحنا بنذاكر كده ان هم يقوموا من على المذاكره. ببتدي ان انا افصص لهم البرتقال بتاعي كده. طبعا يعني عادي ممكن ما تعمليش اللي انا بعمله ده وتسيبيه فريش كده بالقشر بتاعه وبحاجته كده، والاستفندي والموز بتاعي والجوافة. بس هي انا ما بعملش كميات كبيرة، انا بعمل كميات يعني ايه بسيطة للي عايز ياكل واللي مش محتاج خلاص. يعني بخلي الطبق ده يعني بصي علشان ما يتلككوش ويقولك يا ماما احنا عايزين نروح نجيب حاجة. لا طبعا واحنا قاعدين بنذاكر بيبقوا عايزين ياكلوا اي حاجة فبديهم اللي هم ياكلوه. وطبعا هنا الموز انا ما بقطعش كميه كبيره، هي مجرد صبعين 3 بس، وبعصر عليهم طبعا عصير ليمون علشان ما يسمرش معايا يبقى لونه اسمر كده يسود معايا. وطبعا الطبق بتاعي جاهز. طبعا ما بنرميش القشر بتاع البرتقانه ولا قشر الاستفندي ولا قشر الليمون. طبعا الطبق بنعمل بيه احلى معطر كمان، وكمان ممكن تعملي بيه يعني تنضفي بيه كويس جدا. طبعا هنا المحشي بتاعي استوى. هبتدي ان انا اغرفه بقى. شايفين المنظر المحشي سخن كده في وسط الدفا كده، بجد ما شاء الله حاجه كده، الريحه مدفيه الشقه ذات نفسها. طبعا حطينا المنظر ده. بيقولوا يا ماما انتي رحتي حضرموت؟ قلت لهم ايوه رحت جبت لكم الصينيه دي وجيت. بعد كده بقى